في رحلتي للبحث عن أفضل موبايل في الفئة الاقتصادية جربت فيها موبايلات كتير زي ريدمي 13 و14 سي وأوبو اي 3 وسامسونج اي 15 وموبايلات غيرهم كتير تقدر تشوفهم على القناة، وما زالت رحلة البحث جارية. عشان كده النهاردة معانا ضيف جديد على القناة من انفينكس بيجي بسعر 6200 جنيه وهو انفينكس هوت 50. وفيديو النهاردة إن شاء الله هوريك محتويات العلبة وهتلاقي فيديو المراجعة الكامل على القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو انبوكسنج جديد، واول حاجه بنبدا بيها الصوت اللي كلنا بيحبه. نشيل الاستيكر اللي على العلبه ونقول بسم الله. طبعا العلبة بالشكل المعتاد ومكتوب عليها اسم الموبايل، واول حاجة هتلفت انتباهك الضمان ال 18 شهر، وهتلاقي مكتوب على العلبة صنع في مصر. النسخة اللي معانا 128 جيجا مع 16 جيجا رام، ودول بتحققهم مع الثمانية الاصليين والثمانية التانيين من خلال السوفت وير. وهنا هتلاقي شهادة ضمان 5 سنين من الاعتمادية والسلاسة، وخلي بالك ده مش ضمان الموبايل، لان ضمان الموبايل زي ما قلت لك 18 شهر. طبعا المواصفات اللي هنا هنشوفها بعدين. وده شكل العلبة من الجنب، وهتلاقي مكتوب عليها NFC لان الموبايل بيدعمه على عكس موبايلات كتير منافسين. ومن هنا مفيش غير شعار انفينكس، وعلى ظهر العلبه مكتوب عليها كل المواصفات والعمر الافتراضي وغيره. ومن الجنب هنا هتلاقي السيريال نمبر بتاع الموبايل، واللون اللي معانا هو الاخضر. نفتح العلبه بقى ونقول بسم الله. واول ما نفتح الغطا ده مش هنلاقي فيه حاجه، العلبه من الجوانب باللون الاسود عشان يديك احساس فخامه وكده يعني. وهنا معانا الموبايل اللي بيجي بالاستيكر اللي عليه المواصفات اللي هنرجع له تاني كمان شويه. بس اول انطباع انا شايفه على الموبايل انه رفيع خالص وجميل. خلينا نركنه دلوقتي على جنب لحد ما نكمل باقي محتويات العلبه. بعد كده الحته دي اللي عليها الموبايل، تحتها اول حاجه هنلاقي الكيس اللي فيه الجراب، وتحته الورق الخاص بالتعليمات والارشادات اللي مكتوب عليها اسم الموبايل. وطبعا ما حدش فينا بيقرا الورق ده، عشان كده انا كمان هركنه على جنب. نيجي للكيس اللي هنا اللي خاماته مش حلوه شويه، واول حاجه هتلاحظها خلي بالك هنا موجود جنب الجراب السكرينه الخاصه بالموبايل اللي انت المفروض تركبها بنفسك او تخلي حد يحطها على الموبايل. بس انصحك اصلا انك تشتري سكرينه مخصوص اقوى منها. بس برضو دي حاجه كويسه من انفينكس انهم حطوها اصلا في العلبه. معانا بعد كده الجراب السيليكون الشفاف المعتاد في كل موبايلات الفئه المتوسطه والاقتصاديه، ودي الورقه الزرقاء الخاصه بالضمان، وهتلاقي مكتوب عليها الكلام ده تحت شعار انفينكس. بعد كده الشركه كريمه معانا وبتدينا سماعه في العلبه بمنفذ 3.5 ملم بخامات متوسطه بس كويسه. وبقول لك كده لانها احسن من مفيش، لان دلوقتي مفيش موبايلات بتنزل اصلا سماعات في العلبه، وهنا الخامات بتاعتها مقبوله وكويسه. بعد كده في العلبه هنا في النص هنلاقي دبوس الشريحه، وبعد كده معانا سلك الشحن اللي بيجي من نوع تايب سي باللون الابيض اللي متطعم شويه بلون برتقالي زي ما واضح قدامنا في الفيديو، عشان يديك احساس القوه والفخامه والكلام ده كله. وهو فعلا بيجي بخامات كويسه ومتينه. معانا بقى اخر حاجه في العلبه راس الشاحن من انفينكس اللي بتيجي بقدره 18 واط بحجم متوسط، ووزنها خفيف واعتمادي بدون اي مميزات وحوارات كتير. راس الشاحن 18 واط وخلاص زي ما قلت لك. نيجي بقى النجم الفيديو هو الموبايل، وزي ما انت شايف كده اول حاجه مكتوبه 5 سنين من الاعتماديه وخاصيه ال NFC وسبلاش بروف يعني مقاوم لرذاذ الماء. بعد كده بالخط العريض المعالج الهيليو جي 100، تحته التصميم النحيف الجميل مع الشاشه ال 120 هرتز بالسطوع ال 800 نتس، وطبعا مع الشاحن ال 18 اللي لسه شايفينه من شويه، واخيرا البطاريه ال 5000 ملي امبير. ودي كانت مواصفات الموبايل في السريع، لاننا هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو المراجعه الكامله اللي هتلاقيها على القناه، او ممكن اسيبه لك في الرابط في الوصف. هنشيل بقى الموبايل من الاستيكر بتاعه، هنسحبه بالشكل ده او تقطع الاستيكر زي ما انت حابب يعني براحتك. وها هو الموبايل الجميل اللي بيجي بتصميم جميل وعاجبني باللون الاخضر المط التحفه ده مع اللمعان النيكل حوالين الكاميرات. التصميم تحفه، وزي ما هم قالوا ان هو سليم هو فعلا رفيع خالص، ومع ان الخامات بلاستيك الا ان جودته جميله وقويه. واول انطباع ليا عنه انه عاجبني. واللون ده مع انهم بيقولوا اخضر الا انه مش اخضر قوي، هو مدي على اخضر سماوي كده زي ما واضح معانا في الفيديو. والظهر كمان مط مش بيعمل انعكاسات ولا بيبصم، هتحس دايما انه نضيف. وكنظره اوليه التصميم عاجبني والخامات متينه وقويه. عشان لحد هنا اكون وصلت لنهايه الفيديو. وهنا انا شايف ان انفينكس ما بخلتش علينا باي حاجه في العلبه ولا حتى خامات الموبايل. وعشان نشوف هم هيكملوا التجربه المميزه دي ولا لا، ده اللي هنشوفه ان شاء الله في فيديو المراجعه الكامل زي ما قلت لك اللي زمانه نزل على القناه. اعملوا لايك واشتراك في القناه لو الفيديو ده عجبكم. شكرا على المشاهده، وشكرا 47000 مشترك. مع السلامه.